السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناتي قناة كوكب النباتات. واليوم معانا فاكهة جميلة جدا ومشهورة جدا في الوطن العربي وخاصة في مصر. الفاكهة دي اسمها فاكهة الباشن فروت أو فاكهة الآلام، وهي من النباتات المتسلقة أو الفاكهة المتسلقة. موطنها الأصلي في البرازيل وشمال البرازيل الباراجواي. يتم زراعة الباشن فروت من البذور ومن العقل. إذا زرعت من البذور فإنها تكون بطيئة جدا، وممكن ان هي ما تخرجش الثمار الاصلية زي اللي كانت في الام. فالاسهل ان احنا نزرعها من العقل، لانها هتكون عندها نفس الوراثة اللي كانت في الام، وهتطلع نفس الثمرة. ولو جينا لطعم ثمرة الباشن فروت، هي طعمها كوكتيل ما بين الفواكه. يعني ممكن تلاقي في طعمها من طعم المانجا، ممكن تلاقي البرتقال والليمون واليوسفي والبرقوق والتوت. فيها معظم طعوم الفواكه الموجودة. وبالنسبة لشجرة الباشن فروت، يتم إخراج ثمار منها مرتين في السنة، كل 6 شهور. وفي الأول بتطلع زهرة اسمها زهرة السعة، ويتم التلقيح يا إما يدوي أو عن طريق النحل والفراشات والحشرات الطائرة. وهي تصلح في كل الترب، لكن بالأخص التربة اللي هي التربة السمراء والرملية دي تصلح فيها أكتر. التربة المتشكلة ما بين كده وما بين كده. وزراعة فاكهة الباشن فروت المتسلقة تصلح في الأسطح وتصلح في الحدائق، ولكن في حالتنا النهاردة أنا زارعها على السطح زي ما حضراتكم شايفين بجوار الجدران، ومزروعة في قصيص حوالي 80 سنتي أو 70 سنتي في عرض 60 بلاستيك، ومعمول له فتحات صرف من أسفل عشان تبقى جيدة الصرف. وبالنسبة للتربة لازم تربة تكون تربة مختلطة ما بين تربة سمراء غنية وتربة رملية، والتربة الثالثة لازم تكون سماد عضوي متحلل حيواني قديم، يكون فات عليه عام سليم بحيث يتحلل وما يبقاش ويكون انتهت منه الآفات والميكروبيوم بتاعه اتظبط وبقى كويس. ورعاية شجرة الباشن فروت هي رعايتها سهلة جدا جدا. الباشن فروت زراعتها على السطح سهلة جدا. وبالنسبة لري الباشن فروت فهي ريها في الشتاء ممكن على السطح تشرب كل 4 أيام كل 5 أيام حسب الجفاف اللي في التوقيت ده في الشتاء. انما لكن في الصيف فلا رعاية تانية خالص. لازم تشرب مرتين كل يوم، مرة في الصباح الباكر ومرة في الليل، يعني ريتين محتدلتين بساط، عشان ما نقعش في نفس الخطأ اللي الناس بتقع فيه، اللي هو ايه؟ تلاقي الورقة بتصفر، وتلاقي الثمرة بتبدأ تكرمش، وهي دي بتبقى من الإصابات اللي بتصيب فاكهة الباشن فروت. وعندما نيجي نوصل للصيف الحارق الشديد، كل الغلطات اللي بنقع فيها ان الحرارة الشديدة دي بتمتص جميع البروتينات اللي في الورق، والورق يحصل له جفاف ويصفر، وده بيضعف النبات. والحاجة التانية العلامات اللي هي الأكثر شيوعا كرمشة الثمرة، ودي بتبقى من الإجهاد الحراري. يعني لابد ان احنا نعمل مظلة على الباشن فروت، سيرم نت او شبك نت زي احنا ما بنسميه في مصر، وده هيحمي النبات
طول الصيف الشديد، يعني من اول من اخر شهر 6 و7 و8 واحنا داخلين على 9. وبالنسبة للتسميد فاكهة الباشن فروت هي تسمد في شهر 11 وشهر 12 في نوفمبر وديسمبر، ودي الأشهر اللي تكون العصارة في جميع الشجر، عصارة كلها فيها سكون. في الوقت ده بيبقى برد والجذور حواليها برد، فأحسن وقت نسمد فيه هو ده الوقت ده. بالسماد متحلل قديم فات عليه عام سليم من السماد الحيواني المتحلل، وده تسمد مرة في شهر 12 ومرة ممكن في شهر 2. وعلامات نضوج الثمرة زي ما انتم شايفينها خضرة وشكلها حيوية، فيها حيوية ومتحافظ عليها كويس وواخدة جميع السمات بتاعها. بتيجي عند الطياب تلاقي بقى ان الثمرة تلاقيها كل مدى تميل للون الأحمر، تتنها للون الأحمر، وعند ما تيجي تنضج النضوج الأخير تخش على اللون البني الداكن، وهو ده اللون. وتلاقيها بقى ايه تحصل لها تبقى قوية وجافة، وهي دي علامات النضوج بتاعت الثمرة. ولو جينا نتكلم عن فوائد فاكهة الباشن فروت فلها فوائد كتيرة جدا، منها انها كلها مضادات اكسدة، وانها مفيدة للجهاز الهضمي وللاكتئاب، ولها فوائد حضرتكم اكتر الناس عارفينها عني. وبكده نكون وصلنا لاخر الحلقة، ويا ريت نكونوا نلنا اعجابكم، وفضلا وليس امرا اللي ما اشتركش في القناة يشترك ونتفاعل مع القناة للاستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.